السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة الغريبة الناعمة الجميلة ديت، وهنعرف ازاي تبقى ناجحة معانا، وايه المقادير المظبوطة اللي تطلعها بالسوى الجميل ده. زي ما انتم شايفين كده مش بتبصم، ويكون سواها خفيف جدا من تحت زي ما انتم شايفين كده. بس قبل ما ابدأ الفيديو ياريت نشترك في القناة وشير ولايك، ويلا نبدأ مع بعض الطريقة والمقادير. معايا كوبايتين دقيق منخول، كوباية سمن متجمدة، ودي أهم خطوة في نجاح الغريبة، ونص كوباية سكر مطحون، نص كوباية سكر ناعم، وفانيليا ورشة ملح. هننزل بالسمن والسكر في العجان أو في بولة أو أي مضرب، ونضرب. يعني لازم تاخد وقتها كده في الضرب علشان تبقى قوامها كريمي. السكر يكون متأكدين ان هو داب كويس، وبعد كده ننزل بالفانيليا ورشة الملح طبعا، ونكمل ضرب لحد ما نتأكد ان كل حاجة بقت قوام كريمي ناعم زي ما انتم شايفين كده، زي الكريم شانتيه بالظبط. بعد كده هننزل بالدقيق على الخليط الجميل اللي قدامنا ده، وهنلم العجينة بصابعنا. يعني احنا مش هنعجن طبعا الغريبة ما بتتعجنش، هنلمها لحد ما نلاقي كل العجينة بقى ملمسها ناعم زي ما انتم شايفين كده، ونتأكد ان هي ناجحة ولا لأ. لما نضغط عليها مش هتلاقي فيها اي تشققات، ونسيبها في التلاجة مدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. الحشوة المتوفرة عندكم بقى استخدموها في التزيين. قبل ما نبدأ نسوي كل الكمية لازم اختبر واحدة او اتنين كده في الفرن، اشوف درجة حرارة الفرن. شايفين السوا عامل ازاي؟ انا جربت الاتنين دول الاول كده. خلصت تشكيل الغريبة وزينتها بالفستق واللولي، وبعد كده هتدخل الفرن على درجة حرارة 150 على الرف الاوسط، ونسيبها لما تبرد تماما. ما نحاولش نلمسها خالص الا لما تبرد، ونقدمها في طبق التقديم. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ كل سنة وانتم طيبين تاني. ويا ريت لو الفيديو عجبكم او الفكرة عجبتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وشير ولايك، واشوفكم في وصفة تانية احلى وسهلة مع صافي ان شاء الله. مع السلامة.